حبيت اعمل معاكم النهارده طريقه مختلفه كده للبطاطس مع بعض في الاير فراير. هنجيب البطاطسايه كده ونغسلها كويس من بره وننشفها، بعدين نبدا نقطعها بالشكل ده وما يكونش سمكها عريض قوي، يعني حوالي 2 سنتي كده كل قطعه عشان تستوي في الاير فراير. وبعدين هنحط عليها ملح وزيت وفلفل، البهارات اللي انتوا بتحبوها، ممكن بهارات البطاطس، ممكن بابريكا. بس ونقلبها كويس، ندخلها على الاير فراير. مختلفة كده يعني وسريعة. هنحطها في الاير فراير ومنحطش كمية كبيرة، نحط كمية صغيرة عشان تستوي كويس، او حسب حجم الاير فراير اللي عندكم. فانا حطيت نص الكمية اللي انا عملتها. انا كنت عاملة حبايتين بطاطس متوسطين الحجم، ففردتهم كده، فردت نصهم وبعدين دخلتهم كده الاير فراير، وبعدين هنقلبهم كويس في نص الوقت. يعني احنا بقى هنشغلها على المود، لو عندكم نفس الاير فراير اللي هي الكينود هنشغلها على مود البطاطس اللي هو الفرايز عادي، فدرجة حرارته بتبقى 200 لمدة 15 دقيقة. باجي في نص حوالي عند دقيقة 7 بقوم فاتحة بس مقلباهم ومدخلاهم تاني. هتكمل عادي هي لغاية ما هنا قربت تخلص، وبعدين خرجتها وكملت الكمية التانية. بس بتبقى لذيذة جدا ومختلفة وسريعة لو انتي مش عايزة تعملي حاجات كتير، او تعملي بطاطس فرايز تقطعيها بايدك وتقلي، وطبعا اخده زيت قليل. وبرضو ممكن نعمل نفس الطريقة مع الخضار السوتيه لو هنعمل لو بناكل اكل صحي. بصوا بقى شكلها كانت مستوية ازاي، وطعمها طبعا لذيذ جدا، وبناكلها زي ما هي من غير ما نقشرها ولا حاجة، فقشرتها نضيفة لاننا غسلناها كويس في الاول. جربوها تعجبكم بألف هنا.